السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الفل يا رجالة، أخباركم إيه؟ يا رب كله يبقى بخير وبأفضل حال. بناء على طلبكم انتوا طالبين مني عايزين تعرفوا أسعار الحمام بعد غلاء الكلفة. كيلو الكلفة دلوقتي وصل 27 جنيه أبو العمدة، صح؟ 27 ابو جنب. تمام. فالحمام برضو لما الكلفة غلت فالحمام برضو غلي مع الكلفة. تمام؟ ده عشان تعمل زغلولين وتطلعهم. الزغلولين دول بياكلوا على ما تقطفهم بياكلوا حوالي 6 كيلو. احسب بقى 6 كيلو ف 27 بكام؟ تمام؟ تمام. مش ده موضوع، احنا بنتكلموا على دلوقتي على اسعار الحمام، فهتلاقي برضو في الكلام اللي انا بقوله ارتفاعات في الاسعار بتاعت الحمام. يعني دلوقتي انت مثلا لو بتتكلم في قص الكراكندي، قص الكراكندي دلوقتي يعملوا لهم من 200 ل 250 جنيه. كانوا بيتباعوا بال 100 وبال 150 جنيه. تمام؟ لو بتتكلم على قص بنايده، يعني مثلا زي حاجه زي كده، بسم الله الرحمن الرحيم. لو بنتكلموا على حاجه زي كده، قص بنايده زي كده، انا مش ببيع، انا بقول لكم على اسعار الحمام. قص بنايده زي كده يعملوا في حدود 250، ممكن يوصلوا لل 300. تمام. برضه الكراكندي هوريكم الكراكندي برضه عشان ايه ما جبناهوش. ده الكراكندي يا رجاله. تمام. وبرضه اللي يسرع الكراكندي بيسرع على العبسي وبيسرع على الحلبي. تمام يا رجاله، نفس السعر تقريبا. طيب برضه ايه، لو اتكلمنا برضه في الكشوفات، مش عاوز بره الموضوع. برضه ايه، في ازمره برضه القص من دول ممكن يعملوا من 250. على فكره الكلام اللي انا بقوله فيه طالع وفي نازل على حسب برضه ايه تقليب الفرد. من 250 ممكن يوصلوا 300 جنيه، وممكن يعدوا 300 جنيه كمان. تمام. تمام. الحمد لله مش بعرضه للبيع، انا بكلمكم بس ايه ناخدوا الفكره مع بعضينا. تمام. برضه لو اتكلمنا في حاجات تانية، شقلباز، هزاز، حاجات اللي هي الزينه دي شويه، برضه القص ايه من 200 جنيه وانت طالع. بالنسبه للشقلباز او الهزاز، الهزاز الشعبي، مش بتكلم على الهزاز الهندي. تمام. الاستراليات، بص يعني بس في استرالي وفي عاده. تمام. هوريكم الاسترالي وهوريكم العاده. في مثلا قص زي قص كده مثلا، قص كده مثلا ممكن دول قص زي دول يعملوا 300 جنيه او 350 جنيه. تمام. في استرالي مثلا كده سحنه. تمام. القص منه ممكن يعملوا لهم 200 جنيه. تمام. لو كده اتكلمنا مثلا على نعلى شويه بالمستوى، اتكلمنا مثلا في ناس بيقولوا عليه ازرق قطيفه وفي ناس بيقولوا عليه كزخنجي. تمام يا رجاله، ازرق قطيفه وكزخنجي على حسب ما انتم بتسموه، على حسب كله ايه محافظه. تمام. القص من دول بيوصلوا في الوقت الحالي ل 400 جنيه. وبرضه على حسب طوب وتقليب الفرد، على حسب طوب وتقليب الفرد ممكن تلاقي اقل من اللي انا بقول لك عليه، بس انا بقول لك في المتوسط. تمام يا رجاله. برضه ممكن نوريكم حاجه ثانيه. ده مرق. تمام. القص برضه من ده بيوصل من 350 ل 450 جنيه برضه. تمام. انا بوريكم والله، بحاول اجيب لكم حاجات من عندي برضه عشان يبقى ايه نقول لكم السعر وفرد الحمام برضه. بعد اذنك كده ابو العمده.
سكروته زي ده، سكروته زي ده القص منه من 400 ل 500 وانت طالع. تمام، من 400 ل 500 وانت طالع على حسب برضه تقليب الفرق. تمام، برضه ايه، احنا اتكلمنا على الشقلباز، احنا برضه ايه هوريكم برضه حاجه شقلباز. بس انا يا جماعه ما عنديش شقلباز سراويل. جلايزه زي كده انجليزي. تمام، القص منه من 250 جنيه ل 350 جنيه المتوسط. تمام يا رجاله، حلايسه برضو سايبين هنا اهو، بعد صورهم بعد اذنك ابو العمده، هو في اللي بيحدق ده. حلايسه زي كده عشان مش عايز اجري وراه ويقعد يطير ويروح. حلايسه زي كده القص من 350 وانت طالع. مساويت زي كده برضه ابو العمده معلش، مساويت زي كده القص من 350 برضه وانت طالع لغايه 600 و700 و800 ويوصلوا ساعات ل 1000 جنيه. تمام، هات كده على الباكستاني ابو العمده. ايوه هات اللي في الباب ده، الباكستاني زي اللي انتوا شايفينه في الباب ده القص يعملوا من 250 جنيه ل 350 جنيه. تمام يا رجاله، دي تقريبا اغلب الانواع اللي موجوده. تمام، في حاجات تانية احنا مش بنتكلموا عن الصافي ولا بنتكلموا عن العوادات والحاجات دي. لو اتكلمنا عن الصافي مش هقدر اقول لك سعر او رقم معين، لان الصافي بيبدا من 1000 جنيه وانت طالع. تمام، العوادات بنتكلموا ممكن يبدا من 500 او 600 جنيه القص وانت طالع. تمام، العوادات برضو اللي هي ايه، قواطع. تمام يا شباب، دي كانت اغلب الاسعار واغلب الانواع المنتشره واللي موجوده في اسكندريه او في مصر عموما. تمام، يا رب يكون الفيديو عجبكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.